بيراميدز يعلن عن مفاجأة، وذلك في موقفه من رحيل إبراهيم عادل بعد إصرار اللاعب وتمسكه بالاحتراف الخارجي وتخوفه من انتقاله إلى النادي الأهلي. أكد النادي السماوي على أن إبراهيم عادل عقده ممتد حتى عام 2029، لذا وارد أنه يستمر وارد أنه يمشي، ولكن اللاعب دلوقتي رغبته هي الاحتراف الأوروبي، رافضا فكرة الانتقال إلى نادي الجزيرة الإماراتي. وبيراميدز كان يفضل بيعه للجزيرة الإماراتي لضمان عدم عودته بعد كده لمصر على النادي الأهلي، ولكن تمسك اللاعب بالاحتراف الأوروبي ده بيراميدز بيقول عشان ينفذوه لازم يجيله عرض مالي ضخم، عرض يحصن اللاعب من إمكانية العودة إلى مصر مجددا. على الرغم من أن إبراهيم عادل بيؤكد لإدارة ناديه على أنه لن يعود إلى مصر مجددا بعد احترافه لرغبته في الاستمرار في أوروبا حتى الاعتزال، ولكن بيراميدز متخوف من إغراءات النادي الأهلي التي قد تتعرض على إبراهيم عادل لضمه للفريق.